بدأ مبابي مسيرته الاحترافية في أكاديمية موناكو، حيث لفت الأنظار بسرعة بسبب سرعته الكبيرة ومهاراته الفائقة. في موسم 2016 إلى 2017 أصبح أحد أبرز اللاعبين في الدوري الفرنسي، وساهم في فوز موناكو بلقب الدوري الفرنسي بعد 17 عاماً. في صيف 2017 انتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان، وفي 2018 أصبحت الصفقة انتقالاً دائماً مقابل 180 مليون يورو. مع PSG فاز مبابي بالعديد من الألقاب، وأصبح لاعباً أساسياً وسجل أهدافاً حاسمة في المباريات الكبيرة. بدأ مبابي مسيرته مع المنتخب الفرنسي في 2017، وكان جزءاً من المنتخب الذي فاز بكأس العالم 2018 في روسيا.